تخرج لك داك الشيء ثاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول ما نبتدئ به هذا الحفل هو آيات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا التلميذة المتمدرسة في مدرسة بداح الضيف الزهراء من فوج فاطمة سومر. آيات من الذكر الحكيم، فلتتفضل مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار صدى. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرر وفرح. سلام الله يسري ممزوج الحنين، سلام عابر وله أريج، سلام الله نهديه مع الإشفاق ممزوج الحنين. اجتمعنا اليوم في مدرسة بداح الضيف بالتنسيق مع فوج فاطمة نسومر للكشافة الإسلامية لإحياء الذكرى 1 نوفمبر، ألا وهي ذكرى اندلاع الثورة التحريرية. نحن اليوم مجتمعون، ونحن اليوم ننعم بالحرية بفضل من ضحوا وجاهدوا في سبيل هذا الوطن. وكما قال الشاعر: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. اليوم نحن مجتمعون لإحياء هذه الذكرى النوفمبرية، الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا، الذكرى التي حررنا بها الجزائر. وأول ما نبتدئ به النشاط هو نشاط، والآن مع أنشودة ترحيبية من تقديم زهرات فوج فاطمة نسومر المتمدرسات، ونؤكد المتمدرسات في مدرسة بداح الضيف، فلتتفضلن مشكورات. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر، وأهلا لك في القلب مكان. أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا أيها الزائر، وأهلا لك في القلب مكان. ضيفنا أهلا بك هللت أنوارك، أنت بين أهلك قد هللت دارك، قد نزلت دارك. يا هلا بمن أتى، يا هلا بمن أتى. جزائر يا معجزة الرب في سماه، يا من كنت ولا زلت مصدر إلهام للكتاب والشعراء. نشرت في القلوب حبك، وفي الأفئدة غرورك، وفي التاريخ عزتك، وفي الذاكرة كبرياءك. فحرمت نعيمك على الغرباء، اغتال براءتك جيش من الأوغاد، دهس أرضك واستعبد شعبك، وسفك أنهارا من الدماء. فهب النصاة في الآلاف، صغارا كبارا شيوخا ونساء، من أبنائك الشرفاء. وبعد سنوات من الصمود والكفاح، قتل المستعمر خائبا يتجرع آلام الهزيمة الشنعاء. استقليت يا جزائر وتنفست السعداء، استقلالا راح ضحيته 1,000,000 من الأبرياء. لا بأس يا جزائر، فحبك فاق كل الأرواح وكل الآلام وكل الدماء. فدمت للعزة رمزا، والمجد والخلود لكل الشهداء. لو سألوكم الشهداء لو كانوا بيننا وسألونا ماذا سنجيب؟ أنتم أبناء الجزائر، أنتم رجال الاستقلال، أنتم أحفاد الشهداء. لو سألوكم عن العلم، عن الأرض، عن الوطن، بما ستجيبون؟ لو سألوكم عن الذي فعلتموه في 60 سنة، بما ستجيبون؟ بالأقوال أم بالأفعال؟ لو سألوكم عن لغة الضاد، بما ستجيبون؟ لو قالوا لكم نحن جعلنا دماءنا وحياتنا ثمنا لكم لتعيشوا في نسمات الحرية، وأنتم ماذا فعلتم؟ تركنا لكم سماء صافية وأرضا طيبة وشمسا ساطعة، على من يرفرف في السماء مناديا مناديا مناديا: رفعت بدم الشهيد وأرض السلام. وأنتم ماذا فعلتم لي؟ سيسألونكم وسيقولون لكم: نحن حرمنا من النوم، من اللعب، من الدراسة، من الطفولة، من الشباب، من الأزواج، من الأمهات، من الأبناء ومن الآباء. وأنتم من ماذا حرمتم؟ نحن مشينا في ظلمات الليل، من آلام الجوع، من آلام العطش، من آلام المرض، حفاة العراة، لكي يقال لنا: جزائريون ونفتخر، جزائريون ونفتخر، جزائريون ونفتخر. لو قالوا لكم نحن رفعنا السلاح في وجه المستعمر لترفعوا سلاح العلم في وجه الحياة، هل رفعتم يا شباب الجزائر؟ سننادوكم يا شباب الجزائر. نحن تركنا لكم أمانة، هل حافظتم عليها؟ هل حافظتم عليها؟ لم نطلب منكم الكثير، ولا نحب أن نسمع منكم سوى: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة
فجرنا الثورة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية، أحيت ابتدائية بداح الضيف مقاطعة راس الواد ذكرى 1 نوفمبر 54 بالتنسيق مع فوج لاله فاطمة السومر للزهرات المتمدرسات في الابتدائية في ابتدائية بداح الضيف، حيث قدمت نشاطات مختلفة، معرض للشهداء الثورة، مسرحية كذلك ثورية للتعريف بالثورة التحريرية، ألبسة تقليدية. وتتقدم الابتدائية بالشكر لكل من ساهم في تحضير هذا الحفل البهيج من عمال الحفل البهيج، أساتذة، عمال، إداريين، تلاميذ. والشكر الخاص إلى مديرة مدرسة بداح الضيف التي كانت في القمة وأبدعت اليوم، المديرة السيدة بورحلة رقية، نشكرها كل الشكر، شكر جزيل خالص من القلب، حيث أنها كانت دعم للكشافة الإسلامية. شكرا أستاذة، شكرا على هذا الدعم الجميل. وكذلك ولا ننسى السيد فؤاد لخلف الصحفي بقناة البيبان، دائما كان دعما لنا، وشكرا جزيلا أخي الكريم، وشكرا لقناة البيبان، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر ودامت حرة مستقلة.